بين ملايين السكنات ورفع الأجور والتقاعد. المترشح الحر تبون يقدم وعود جديدة. أخي فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة ليصلك الجديد ولتشجيعنا لنستمر في تقديم الأفضل لكم. قال المترشح الحر في مداخلة له خلال حصة التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية في إطار اليوم الأول من تنشيط الحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أنه يلتزم بمواصلة الإنجازات المحققة اقتصاديا وماليا وكذا السياسة الداعمة للشباب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة ومواصلة إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ. وأضاف المترشح عبد المجيد تبون أنه سيعمل على مواصلة محاربة مختلف الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية على غرار الرشوة والفساد إلى جانب حماية الفئات الضعيفة. ويراهن المترشح تبون أيضا على مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن من خلال تخفيض الضرائب ورفع الأجور التي يعتزم أن تبلغ نسبة زيادتها 100% في آفاق سنة 2027 إلى جانب رفع منحة التقاعد. وفي السياق ذاته يلتزم بمواصلة محاربة نسبة التضخم التي انخفضت من 11 إلى 6%، وهو ما سيدعم مثل ما قال سياسة رفع قيمة العملة الوطنية تدريجيا. وعلى الصعيد المحلي تعهد المترشح الحر تبون بمراجعة قانون البلدية والولاية مع توسيع صلاحيات المنتخبين بشكل يعزز الديمقراطية على مستوى البلديات وإعادة النظر في التقسيم الإداري. من جهة أخرى أشار المترشح الحر عبد المجيد تبون إلى حصيلة عهدته الرئاسية الأولى على رأسها استرجاع أموال الشعب المنهوبة وتحرير ما يقارب 285 إنابة قضائية عبر 32 دولة، وهي الإنابات التي مست 755 حسابا بنكيا. وفي الشق الاقتصادي تطرق السيد تبون إلى استعادة القوة المالية للبلاد من احتياطي الصرف دون اللجوء إلى الاستدانة من شأنها رهن موقفنا السياسي. وختم المترشح تبون خطابه بجملة الجزائر ستنتصر، داعيا المواطنين لاختياره لعهدة ثانية. لمزيد من الأخبار لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.